يا صباح الفل. يعني إيه غسيل اموال؟ يعني يا جماعه بنجيب الفلوس ونبدا ان احنا نغسلها بالصابون السائل او بالصافي لحد ما تنضف. طبعا انت كده فاكرني بستظرف، وزمانك بتقول في سرك ابو تقل دم امك. لكن الحقيقه ان انا يا جماعه بتكلم بجد. ده المعنى الحرفي لكلمه غسيل اموال. ركز معايا كده. لو واحد افترضنا ان هو شغال في السلاح او في المخدرات او في الدعاره، وجمع فلوس وثروة كبيرة جدا، لما يجي يصرف الثروة بتاعته دي محدش هيقبلها منه لأنها وسخة. محدش هيقدر إن هو ياخد الفلوس دي، هيقرف منها. فلازم الأول نعمل لها عملية غسيل أموال، وبعد كده ننزلها السوق في شكل نظيف عشان الناس تستقبلها وتبدأ تتعامل بيها. فتبص بقى تلاقي الراجل اللي عاوز يغسل أمواله يروح يختار شخصية باين عليها الوجاهة، شخصية من الآخر تاريخها نظيف، ويقول له خد اعمل لي مشروع 2 3 4، اغسل لي الاموال دي. يعني اعمل لي اعادة تدوير للاموال في حاجة نظيفة، علشان قال ايه يعني الاموال دي تبقى اموال حلال. فيبدأ الراجل ذو الوجهة دوت يشغل الفلوس دي ويجيب ارباح بالملايين، وبكده غسل له امواله ونضفها له. وفي سبيل دوت بقى لو لقيت اي واحد هلفوت لا مؤاخذة في الكلمة فجأة بقى مليونير بنسبة 90%، اعرف ان هو غسل اموال حد تقيل قوي. في 10% طبعا ما جتش ناحيتهم، لان ده بيبقى كرم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يرزقني واياكم. السلام عليكم.